السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات عماد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة البطاطا في الكوشة مع لي كروكيت دو بولي. هذا الطبق بزاف بنين والطريقة تاعو سهلة، تقدروا تقدموه كطبق رئيسي في طاولة الافطار لشهر رمضان ولا اذا كان عندكم ضياف. تابعوا معي الفيديو باش تعرفوا على طريقة التحضير. بسم الله، نبدأ في الوصفة. كأول مرحلة بديت بالبطاطا، بعد ما نقيتها وغسلتها مليح قطعتها دوائر بسمك متوسط كما راكم تشوفوا. درتها في طبسي وزدت عليها حبة بصل مقطع رقيق، فصوص ثوم مسكرفجين، طماطم مرحية، شوية ملح، شوية زيت الزيتون كما تقدروا تعوضوه بالزيت النباتي، والتوابل درت فلفل أسود، شوية كمون، توابل الدجاج، ثوم بودرة، فلفل أحمر، وفي الأخير زدت شوية معدنوس مقطع رقيق. خلطهم جيدا، غطيت عليها وخليتها تتشرب لا ماريناد. من جهة أخرى كان عندي نصف صدر دجاج رحيته في الهشواغ مع نصف بصلة ونصف حبة طماطم، 2 فصوص ثوم وشوية معدنوس. بعد ما رحيتهم كامل مع بعض زدت ملح وفلفل أسود، بياض بيضة، وكمية من الخبز المحمص المرحي يعني لا شابلور، وملعقة صغيرة من المارغرين. خلطهم جيدا وغطيت على الطبسي ودرته في الثلاجة. جبت هنايا ان بلا لي يدخل للفرن، فرغت البطاطا تاعي فيه، غطيته بورق الطهي وورق الالومنيوم ودخلته يطيب على درجة حرارة متوسطة. هنايا بديت نشكل الكروكيت تاعي ونطيبهم في المقلاة اللي كنت درت فيها شوية مارغرين. هنايا كملاحظة فقط، كي تشكلوا لي كروكيت من الأحسن تشمخوا يديكم في الماء باش تسهلكم العملية.
بعد ما طابت البطاطا نحيت البلاطو من الفرن ودرت هذوك لي كروكيت مع البطاطا بهذا الشكل. دهنت الوجه بشوية مارغرين وعاودت دخلت لو بلا للفرن، شعلت عليه غير من الفوق حتى تتحمر وطفيت عليه. هذا هو الطبق تاع اليوم، وصفة بزاف هايلة تناسب شهر رمضان وتناسب ايضا العرضات، اقتصادية وبنينة بنصف صدر دجاج، تقدمي طبق يشهي ويحمر الوجه. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم خلولي جيم وتعليق اسفل هذا الفيديو. اذا كنتي اول مرة تزوري قناتي دعميني بالاشتراك فيها مع تفعيل جرس التنبيه. مع السلامة، نتلاقاو في وصفات جديدة ان شاء الله، الى اللقاء.